السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده، روتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك. هنبدأ دلوقتي الفيديو بتاعنا دوت. ما شاء الله ما شاء الله، ميزانية بقى الشهر بتاعت شهر التسعة كده، قلت اجيبها معاك اول مرة اعمل فيديو زي دوت. انا جبت دولت حوالي مش فاكرة 5 فرخات او 6. جبتهم وبدأت كده اقطع الفراخ. في الاول الفيديو كده كنت حشت الكبد والرجول. دلوقتي جبت طبق عشان اقسم كل حاجه في الواحد. الطبق اللي في الرجول دوت هحط فيه الرجول والرقبه بتاعه الفرخ. واحد تاني هحط فيه الدبابيس، واحد هحط فيه الجناحات، واحد هحط فيه الباقي الورك بتاع الفرخ. انا شلت الدبوس لوحده والباقي الورك لوحده. انا مسرعه الحته ديت عشان هو ما كلهم شبه بعض، يعني هي بقطعها بالطريقه دي. اللهم صل على النبي. الساطور ده جميل قوي يا بنات والله، يعني ومسكته مريحة للايد. انا كنت بحسبه تقيل كده وبيوجع الايد، لكن ما شاء الله وريح و... وحامي، يا احمى من السكينة كمان. يا ما شاء الله، شوف ما كنت انزل لاخر السكينة كده للبرد كده كان يروح ماسك في البرد. يعني جمال ما شاء الله، اللي بتفكر تجيب على ضمانتي، وحلو ما هوش وحش. المهم هنا بقى بقطع الفراخ نفس كلهم نفس التقطيع اهوت. والصدور بسيبها في جنب عشان هعملها معاكم دلوقتي الواحد. متنسوش تدعموني بلايك وباشتراك، لان التفاعل مش قد كده صراحة، وده بيعمل لي يعني احباط ويأس كده. خلينيش انا احب انزل فيديوهات تاني. هنا اهو خلصت، عملت الدبابيس لوحدها وعملت الجناحات لوحدها، وباقي الوراك اهو بقولكوا بشيل الحتة ديت واروح اغسله وانقعهم على ما اعمل بقية الصدور معاك. اه، هنا بقولكوا انا خلصت خلاص، ورحت غسلتهم ونقعتهم لحد ما اقطع معاكم الباقي الصدور ده. نشوف هنعمل بقى ايه. الفرخة اللي هي الوحيدة هناك دي سليمة، قصدي ان انا ما اقطعهاش، سايباها سليمة. يعني اقطعها كده مرة على 8 عشان هي ما شاء الله كبيرة، حوالي 2 كيلو وربع او 2 كيلو ونص كده. اقطعها مرة كده على 8 او اديها تشوي على حسب بقى الوقت والظروف ساعة شهر طويل عريض. ربنا يجعله فتحة خير علينا وتسهيل الأمور يا رب. فمش عارفين ايه اللي هيحصل فيه، فسايباها سليمة زي ما هي كده. لا لو عسى حد يطب عليا مثلا، يجي لي العيال يقولوا ماما عايزين فراخ مشوية. هنا بقولكوا اللي طالع ده مش هنرميه، هنعمل بيه مرة شوربة، هنطلعه مع الكبد والقوس نمزمز فيهم مع الرجول قصدي والزور نمزمز فيهم كده سوا. هتبقى أكلة حلوة وجميلة والله المزمزة ده بتشبع. هنا بقولك اهوت بقطع الصدور، ما شاء الله يطلعوا معايا حوالي 12 صدر تقريبا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طول ما احنا قاعدين يا جماعة نصلي على النبي كده وما ننساش الذكر. هنا اهو بقول لكم الصدور هقطع شوية بالزوايد ديت برضو، ما ايه يلاقي الجلد ديت بنرميه. هنا اهو بقول لكم هنقطع شوية بناه. يعني مثلا مرة نعمل كوردون بلو، مرة بانيه. الرفيع حتة الرفيعات دي هنسيبها نقطعها ستريبس. والله كل واحد برضو حسب ميزانيته، وكل واحد عارف بيته. في مثل بيقول لك كده، كل واحد عارف شمس داره بتطلع منين، وكل واحد عارف ولاده وجوزه بيحب ايه، فبيعمل اللي هم عايزينه. احنا مجرد واسطة خير بينهم، بنعمل لهم اللي هم عايزينه. انا عندي ولاد انت طبخت حاجه مش على مزاجهم او بيحبوها ما بيرضوش ياكلوا الاكل، فبتدبس اني فيه، فبضطر اعمل لهم اللي هم عايزين. هاكل انا لوحدي يعني، وطول النهار في الدروس بتاعتهم وبيلفوا تعبانين، فمحتاجين ان هم ياكلوا صراحه. فهعاند قصادهم. مرة فراخ، مرة دبابيس، مرة وراك، مرة في الأسبوع.
على مرة كمان آخر الأسبوع، على شوية كشري، على شوية كشري مصر، والأسبوع بيعدي يا جماعة. وربنا يعيننا ويقوينا عليهم ونعمل لهم اللي هم عايزينه. هنا بقول لكم قطعت شوية دول بانيه، والباقي دي ستريبس اهوت. لقيت الستريبس شوية، قطعت، هقطع عليه شوية كمان اهو. اه يعني هتبقى وجبة كده مرة في وسط الأسبوع نتبله بعمل إن شاء الله معاكم الوجبات دي كلها، وهيطلعوا معايا دلوقتي شوية وجبات محترمين هينفعونا طول الشهر. آه أنا هنا بروح مع ابني، يعني بروح مع ابني الصغير الدروس، لأن المسافة بيننا وبين بيتنا مسافة كبيرة. هو لسه صغير، عاملة زي الموظفة، بروح دي وظيفة. فبضطر ان انا الاكل يبقى تحت ايدي جاهز عشان اعمله لاخواتي وكده في السريع، يبقى الحاجة تحت ايدي. هنا دول بقطعهم شيش طاووق مرة. يبقى كده عندي كام اكلة يا جماعة تشوفوهم دلوقتي. اهو انا بدأت انا اهو. دي الجناحات كلها، بسم الله ما شاء الله. ادي مرة كده هنعمل دي طبق جناحات مع شوية مكرونة، هنحمرهم كده في كورن فليكس وبيض كده، وتبقى وجبة. ودي وجبة شيش طاووق برضو، تبقى وجبة برضو كمان معانا. آه، دي الهري اللي طلع مني طول ما انا بعمل الفراخ، ما رمتهوش. مرة هنعمله دي برضو كفتة فراخ. ادي كده بسم الله ما شاء الله عندنا 3 وجبات اهم لحد دلوقتي، 3 وجبات. خلاص. ادي كمان الستريبس نعمل بيه برضو مرة كمان. ادي اكل، ابقى عندي 4 وجبات. الستريبس مع شوية رز بسمتي، ودي وجبة. دي اسمه اللهم صل على، دي الدبابيس اهو. دول كلهم بعد ما غسلتهم، انا قلت لكم انا اخدتهم غسلتهم، انا قعدتهم بميه بملح بخل بليمون كده، وحطيتهم هنا قدامكم يتصف. اه ده برضو كام دبوس كده، برضو كل واحد ياخد دبوسين، وادي وجبة كمان ما شاء الله. هم. هنا ما ببص كده ما لقيتش الا دول، قلت لا رحت مرجعهم كمان على الدبابيس اللي هناك. ودي بقت الوراقة اهيت برضو وجبة، طلعوا معايا ما شاء الله يجي. شوفوا 6 فرخة كل يعني طبقين، كل طبق فيه 5. هنا هلاقي الطبق كبير دلوقتي، اروح اسمى دي واسمى دي. لا الصدق ده طلع معايا اهوت كمان. والله انا نسيت، دي 5 والتاني 6 او 7. اه وراك الصدور ديت انا سبتها زي ما هي كده. صراحة كانت رجلي وجعتني، انا مش هكدب عليكم واقول لكم. انا رجلي كانت وجعتني، لان طول النهار كنت بشتري الطلبات دي ومعاها طلبات تانية هنزلكوا الفيديو الجاي. فرجلي وجعتني ويئست بقى، قلت لا اسيبهم كده، بعوزهم في وقت تاني اعمل بهم اي حاجة. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله طلعوا معايا كام وجبة. ادي 2 4 6 8 9 10. والفرخة الكبيرة دي 11 وجبة، غير الجناحات، غير قصدي الرقب والرجول. بسم الله ما شاء الله. بشوف عندك كام. والصدور دي برضو اللي هي دي هتطلع لي بتاع 3، لا خلينا اقول وجبتين، يطلع لنا وجبتين محترمين كمان. ال4 صدور اللي انا ما قدرتش اعملهم دول. فما شاء الله ما شاء الله كده يبقوا 13 وجبة في الشهر. بسم الله ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد.